ده فيديو للمحترم مصطفى امين، اتمنى تشوفوه للاخر. بس قبل ما نشوفه عايز اوجه رساله لكل مشاهير السوشيال ميديا ان هي تعمل فيديو مشابه لده، تدافع عن دولتها في عز الهجمه الاعلاميه الشرسه اللي دايره علينا وعلى سفاراتنا وادينا كلنا شايفين. فاتمنى من كل مشهور، ودي رساله لكل واحد عنده حد يعرفه يقدر يبعت له الفيديو ده، اتمنى تعملوا زيه كده. فتعالوا نتفرج على الفيديو مع بعض، واتمنى من كلكم ان انتوا تعملوا شير للفيديو. الواحد ما بيحبش يتكلم في السياسة لأن ما بيجيش من وراها غير وجع الدماغ والقرف، بس الموضوع لما بيبقى خاص ببلدي فأنا لازم أتكلم، لازم أدافع. الواحد عمال يشوف سفالة وشتايم وقلة أدب واتهامات ومزايدات على مصر وعلى الشعب المصري، يعني كأننا احنا اللي محتلين إخواتنا وكأننا احنا اللي بنموتهم وكأننا احنا اللي بنحاربهم. أنا مش فاهم في إيه. يعني الأخ خليل الحية قيادي الإخواني الحماسي طالع امبارح بيناشد الشعب المصري وبيزغزغ مشاعره وبيوجه لهم خطاب وبيحط السم في العسل كده في النص بقى، اللي هو يعني يا أخوة المصريين يجوعوا إخوانكم في غزة وأنتم على الحدود، اللي هو اتحركوا يعني، انزلوا اعملوا نوش، كسروا معابر، اعملوا اي منظر. اصلا طالع بيقول الخطاب وهو قاعد في مكتب في الدوحه، ولو بص يمينه 2 كيلو كده هيلاقي قاعده العديد الامريكيه ورا، اللي هي اصلا بتدعم الكيان وبتمده بالسلاح وبتضرب اخواتنا وبيموتوهم. يعني انت قاعد التكييف فاكر نايم شارب وسايب اهلك وشعبك بيموتوا ومش لاقيين حاجه ياكلوها، وطالع بتزايد على المصريين. طب ما تزايد على البلد اللي انت قاعد فيها اللي بتدعم بالفلوس، اللي فيها قواعد امريكيه بتطلع تدك. يوم ما طلعتوا وعملتوا العمليه بتاعت اكتوبر وما حسبتوهاش وضيعتوا شعبكم وضيعتوا بلدكم، وجايين دلوقتي بتزايدوا علينا. واحنا مالنا احنا؟ واحنا لو قلنا لكم روحوا اعملوا عمليات ولا روحوا موتوا، هتقعدوا تشوفوا ايران اللي وزيتكم وزقتكم وبعتكم في الاخر. وبعدين شويه العيال البكروتات اللي طالقينهم علينا في اوروبا وفي تركيا وعاملين يقفلوا في القنصليات المصريه مراكيب الاخوان. انتوا بقيتوا محروقين وبقى شكلكم رمه. انت لو ذكر تروح تعمل العمله دي عند سفاره الكيان اللي هو عامل القرف ده، انت رايح تعمل على السفاره المصريه. انا مش فاهم ايه المنطق الخرفاني الغريب اللي هم ماشيين بيه ده بصراحه. يعني انت لما تقفل مثلا باب السفاره المصريه عملت ايه بقى؟ انت كده فضيت بقى خلاص الحرب وفضيت بقى وفكيت الحصار على اخواتنا. طب ما في سفاره الكيان بعدها حبيبي 2 كيلو، روح اتظاهر عندها لو ذكر عشان يطصوك واحد معادي يتسميه يقوموا رازعينك واحد في الشكابيلا على راي عم جمعه، رجعوك زي الخروف هنا. سلى عليك، انت مش راجل، انت ما تقدرش تعمل كده. انت شايف السبب وعارف مين اللي بيعمل، بس انت لا تجرؤ انك انت تروح تقف قدام بابه. انت اخرك يطلقوك كده في الشوارع تروح تحط قفل وتجري. الشعوب العربيه الجميله اللي بيزايدوا على موقف مصر، افتح الحدود يا المصاروه ونحرر ونعمل ونسوي. حبيبي احنا بقى لنا يومين بندخل مساعدات، يلا فين حبيبي مساعداتك؟ انتوا مش حافظين غير كلمه واحده بقى، افتح المعابر. تقول له المعبر مفتوح يقول لك افتح المعابر. من عندنا مفتوح والله عادي، من عندنا الناحيه الثانيه بقى الكيان هو محتل للاسف، الجانب الفلسطيني المحتل تحكم فيه الكيان، هو اللي قافل. لا هو عايزك تقتحم بقى بالقوه وبيلعبك، بعت لك شويه قوافل من هنا على قوافل من هنا وعد لهم ما استطعتم من قوه. فهو هو مش عافيه، هو مش غباء، بس انتوا بتحبوا الشو. يلا هنبعت السفينه وهنفك الحصار عشان احنا بندعم اهالينا في غزه. حبيبي انت عايز نقتحم المعبر، ما هي ملهاش حل تاني. انت لو عايز نفتح المعبر من الناحيه الثانيه ده معناه